السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل كرواسون فرنسي، وازاي هيطلع معانا مفرغ من جوه وملمسه رائع، يعني قطني جدا وكريسبي من بره زي ما بنشتريه من بره وأحسن. كلنا بنشتريه من بره من أكبر المحلات، والنهاردة هنعمله بأحسن طريقة وأسهل طريقة تقدروا تعملوه في البيت، يعني مش هنشتريه من بره خالص. وازاي هيطلع بالشكل الهايل ده، وكمان محشي شوكولا ومن جوه باظظ خالص. تعالوا نشوف الطريقة، وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في بداية وصفتي النهاردة احتجت النص كيلو من الدقيق، وكمان هحتاج ربع كوباية مية دافية، وكوباية مية للعجن مبدئيا، وقطعة بقى من الزبدة تقريبا 100 جرام، واتنين معلقة سكر كبيرة، وهنحتاج لمعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من الملح. وعلى طول تعالوا نبدأ الوصفة. أول حاجة هبدأ أحط معلقة الملح الصغيرة الممسوحة على الدقيق، وبعد كده هحط السكر على ربع كوباية مية دافية اللي احنا جهزناها في الأول، وعليهم بقى معلقتين صغيرة خميرة فورية. وبعد كده هقلب الخميرة مع السكر والمية علشان تبدأ إن هي تتفاعل وتختمر، وكمان هنغطيها ونسيبها شوية على جنب. وفي الخطوة اللي بعد كده حطيت في بولة فاضية الدقيق والملح اللي احنا حطيناهم على بعض، وبعد 5 دقايق بالظبط بصوا ازاي الخميرة بدأت ان هي تعلى، هحطها على الدقيق مباشرة وهقلب كويس جدا. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نحتاج المية بتاعتي. انا احتجت في الاول كده لنص كوباية وبدأت اعجن، فطبعا على حسب نوع الدقيق المستخدم عندك، كل دقيق بيختلف عن التاني في منسوب المية اللي احنا ممكن نحتاج ليها في الدقيق اللي عندي. هنقلب كمان مرة وهنعجن، واحتجت تقريبا لربع كوباية تانية، يعني كل الكلام ده كله كوباية وربع مية دافية مع ربع كوباية اللي كانت فيه الخميرة، يعني احتجت الكوباية ونص من المية. وقلبت كويس جدا وعجنتها كويس، وبعد كده هحط قطعة الزبدة، وطبعا بدرجة حرارة الغرفة هعجنها مع العجينة اللي موجودة علشان تبدأ تلم معايا. وهنا وظيفة الزبدة هتخليها شوية طرية، وكمان هتتلم بكل سهولة ومش هتكون بتلزق. وبالنسبة بقى لوقت العجن تقريبا هتاخد من 6 ل8 دقايق، نفضل نعجن فيها كويس جدا عشان نعمل لها العرق بتاعها. وبكده خلاص اتعجنت معايا تمام. هبدأ احطها بقى في البولة بتاعتي، بصوا ازاي مش بتلزق في الايد خالص. وبعد كده هغطيها واسيبها على جنب، ستريتش راب اي غطا موجود عندك، وهسيبها تختمر تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. وادي بقى قطعة زبدة تقريبا 180 جرام، يعني تقدروا تقولوا كده 4 معالق كبار، وبرضو بدرجة حرارة الغرفة. حطيتها في كيس من أكياس التلاجة، وأي كيس عندك موجود مفيش مشكلة. لو مش متواجد الأكياس دي فتقدروا تستخدموا ورق الزبدة. المهم إن احنا عايزين نبدأ نفرد الزبدة بتاعتي علشان ندخلها التلاجة، وبكل بساطة بالمفردة أو المنشبة هنبدأ إن احنا نفردها، والسمك اللي عايزاه يكون رقيق جدا تقريبا نص سنتي. وبكده فردت الزبدة في الكيس زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنحتفظ بيها في التلاجة، ولكن أنا كنت عايزة أشتغل بيها على طول فاحتفظت بيها في الفريزر تقريبا حوالي 10 دقايق. والخطوة اللي بعد كده خلاص أنا العجينة عندي اختمرت وتضاعف حجمها زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى أخدها على المفرش بعد ما اديتها البوكس التمام، وهحط شوية دقيق كده على المفرش علشان ما تلزقش أكتر، لأن في الوقت ده بيكون الجو حر، فمش عايزاها تكون ملزقة في ايدي وانا بشتغل فيها، وكمان عشان تساعدني ان انا الفها رول وابدأ ان انا اشتغل فيها على طول. لميت العجينة مرة واتنين وتلاتة، وبدأت ألت واعجن فيها كده لحد ما خلاص بدأت عندي تبقى شكلها مستطيل يعني. وادي بقى الشكل. حطيت عليها شوية دقيق، وكمان بدأت أفرد بالمنشبة أو المفردة، وفردتها كده بالطريقة دي علشان هي كمان يكون سمكها نص سنتي. عايزة يكون السمك بتاعها رقيق جدا علشان يبدأ ان هو يتطبق معايا لما احط عليه الزبدة. فهفرد العجينة للآخر وهنشوف شكلها.
ودي بقى ورقة الزبدة بعد ما طلعتها من الفريزر. بصوا ازاي متماسكة، انا عايزاها تكون متلجة كده. وهضغط عليها على العجين وهبدأ ان انا الم عجينتي كده من اليمين وكمان من الشمال. هقفلها زي الظرف وهتأكد ان هي مقفولة كويس قوي ومحكمة علشان أبدأ في مرحلة الفرد. الموضوع مش صعب ولكن بياخد شوية مجهود، وهنفردها بكل بساطة مرة واتنين وتلاتة لحد ما يكون سمكها برضو رقيق شوية. وبعد كده هلمها مرة تانية من فوق وكمان من الناحية التانية زي ما بنطبق بالظبط أي حاجة. وبعد كده بقى بالمفردة أو المردنة هنبدأ إن احنا نفردها كده مرة واتنين وتلاتة ونلم العجينة مرة تانية. كل مرة بنقفلها زي الظرف بالظبط. تطبيق عادي جدا. وبالمردنة مرة كمان. شوفوا كام مرة بنعمل الموضوع ده وبنعمله علشان تكون مورقة، وهو ده اللي بيعمل لها التوريقة اللي احنا شفناها. اما بالنسبة للفراغات فهتكون بسبب الزبدة. وادي تطبيقة كمان وفردة مرة تانية. هنفضل نفرد فيها ونطبقها مرة واتنين وتلاتة وكمان 5-6 مرات عادي جدا لحد ما احس انه خلاص الزبدة بدأت ان هي تتملك من العجينة كويس، وخلاص هي كده اتغلغلت جوه العجينة تمام وبدأت هتبدأ انها تلزق. على طول هغطيها بأي كيس او ستريتش راب وهحفظها في التلاجة تقريبا 2-3 ساعات. بدأت ان هي تتماسك، فردتها على المهل كده بالراحة. هتحسوا ان هي بتلزق شوية في المردنة وده بسبب الزبدة اللي جواها. واحدة واحدة. فزي ما قلتلكم أشهر المحلات بتعمل الطريقة دي، إن هي بتسيب العجين في التلاجة ليلة كاملة، وده علشان ترتاح وكمان هتساعدهم جدا في التشكيل، وبيكون ليها طعم ومذاق خاص زي عجينة البيتزا كده. ساعات بنعملها في نفس الوقت وساعات بنحطها في التلاجة، ممكن نحتفظ بيها يوم 2 في التلاجة عادي جدا. وبعد ما طبقتها التطبيقة الأخيرة وتقريبا دي التطبيقة ال5 ليها، بدأت إن أنا أفردها مرة تانية. وبكده خلاص بلم العجينة بتاعتي واتأكدت إن هي كده تمام وهتكون مورقة جدا إن شاء الله. هغطيها لتاني مرة بالكيس وأسيبها بقى ليلة كاملة في التلاجة وتعالوا نشتغل فيها. وادي بقى العجينة بعد ما ارتاحت ليلة كاملة في التلاجة ازاي متماسكة. هنبدأ نخلصها من الستريتش راب أو الكيس، أي كيس تلاجة عندك تقدري تفتحيه وتحفظي فيه العجينة اللي موجودة. بصوا بقى بكل سهولة بدأت إن هي تتفرد ومتماسكة جدا. فهفردها واحدة واحدة لحد ما أخلي السمك بتاعها رقيق جدا وبرضو نص سنتي. وهناخد كل الزيادات قطعتها كده بالسكينة أو أي آلة موجودة عندك تقدري إن انتي تساوي العجين الموجود. وبعد كده هنجيب بقى المسطرة، أي مسطرة موجودة عندك، أنا مش بسطر بيها. فهبدأ إن أنا آخد 8 سنتي وابدأ اخد الخط بتاعي، والناحية التانية يعني مثلثات كده 8 سنتي 8 سنتي. تقدري ان انتي تعمليها 5 سنتي و4 سنتي كمان او اي حجم انتي عايزاه يكون صغير، ولكن 8 سنتي ده الرقم المتعارف فيه. المحلات الكبيرة بيعملوها بنفس الحجم ده، فحبيت اجيب لكم التفصيلة كمان الصغيرة دي لانها مهمة جدا. بعد ما قطعت العجينة وسويتها كويس بدأت ان انا اعمل كده فتحات في الطرف العريض من المخبوز اللي عندي او العجينة. وادي قالب شوكولا. انا عندي الشوكولاتة اللي كانت مستخدمة شوكولاتة سما، ده احسن نوع انا جربته حلو جدا. وبدأت اقطع كده مكعبات صغيرة، وطبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه تقدري تحطي الشوكولاتة اللي موجودة، وتقدروا تحشوها طبعا جبنة رومي او جبنة عادية او تلاجة زي ما انتوا عايزين. ولميت كده العجينة بدأت ألفها رول وأخدتها على إيدي وبدأت أشد العجينة وأنا بلف، يعني وإنتي بتلفي العجينة تشديها أكتر حاجة تقدري تعمليها. وعندي صاج بقى مدهون بالزيت أو ممسوح بمنديل فيه زيت. وبعد كده هنلم واحدة كمان بعد ما نحشيها الحشوة دي ونضغط من الطرفين. بصوا ازاي أنا بشد العجينة على قد ما أقدر. مريحة جدا في التعامل بجد. تعالوا بقى للمرحلة اللي بعد كده. طبعا زوايد العجين اللي موجودة أنا مش هرميها، هعمل بيها شكل كده في الكرواسون. أنا حطيت عليها معلقة من الكاكاو الخام
تقدروا تستبدلوه بأي حاجة موجودة عندكم. لو حابين ألوان مفيش مشكلة، الألوان الغذائية. وعجنتها وهبدأ ان انا بالمردنة الصغيرة او بايديكي، بس الافضل بالمردنة. هنبدأ ان احنا نفردها مرة تانية، وتعالوا نسويها ونعملها مثلث علشان نحطها على المثلث اللي موجود اللي هو لونه ابيض. هي اكيد هتعمل طعم حلو، وكمان في نفس الوقت هتعمل لون وشكل للكرواسون اللي موجود. والخطوة اللي بعد كده هبدأ برضو احط لها كده قطعة من الشوكولاتة والفها رول نفس الشكل التاني. وبعد ما اخلص لف الرولات اللي موجودة كلها من الكرواسون هسيبها بقى حوالي نص ساعة علشان تبدأ تختمر. الخطوة اللي بعد كده حطيت بقى صفار بيضة، حطيت عليه نص معلقة صغيرة من النسكافيه. لو مش حابة نسكافيه تقدري تحطي فانيليا عادي، عايزة تحطي معلقة لبن باودر أو أي معلقة حليب عادي جدا مفيش مشكلة. وطبعا انا دهنت الوش علشان هو ده اللي هيديها الشكل الذهبي. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط تقريبا تلت ساعة. وبعد تلت ساعة وسبتها تهدى كده 10 دقايق، تعالوا نقطعها. بجد كريسبي جدا من بره، حتى انا بحاول اقطعها بالسكينة ازاي كريسبي من بره ومفرغة كده من جوه ومورقة، ورسمة الشوكولا حلوة جدا فيها، بجد قطنية هشة فيها معاني كتير قوي. ده غير الريحة، مش قادرة اوصف لكم ريحتها اصلا عاملة ازاي. عايزة اقول لكم بقى حرفيا مش هنشتريه من بره تاني. الكمية مناسبة جدا، نص كيلو دقيق عملنا كام كرواسون؟ يعني عملنا حوالي 10 كرواسونات بنفس الحجم بتاع بره وباظظ خالص. مش قادرة بجد استنى، الطعم واو هايل بجد رائع. تعالوا نحطها في اي بقى طبق موجود عندك او سيرفيس. زي بصوا ذهبية جدا من بره ومن جوه وتحت وفوق، بجد حلوة قوي. فرحانة جدا بالوصفة دي وفخورة بيها، لاني جبت الطعم بتاع بره واحسن. يعني اشهر المحلات زي ما قلت لكم احنا بنروح المحلات دي علشان نجيب الكرواسون بالشكل والطعم والريحة الرائعة. في الوقت ده البيت كله اتملى ريحة من الكرواسون فظيعة، مش قادرة انساها لحد دلوقتي. أتمنى يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's Kitchen. باي باي.